السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عملت النهاردة فتة العيد. يلا نخش على الطريقة. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المكعبات حمرة، ما فيهاش دهون كتير لان في اللحمة. تمام كده تمام كده. معايا هنا نص كيلو لحمة، معايا 5 بصلات كده صغيرين هوريكم هنعمل بيهم ايه، ومعايا بصلتين متقطعين مكعبات وطماطمتين، ورق لورا وحبهان وقرنفل. المية غليت هنا، حطيت فيها اللحمة والحبهان والقرنفل والورق اللورا والبصل. تمام، والبصل والطماطم. هسيب بقى اللحمة هنا تستوي، واحط معاها معلقة من السكر. معلقة السكر ديت بتساعد على ان اللحمة بتاعتي تستوي بسرعة، وبتخلي اللحمة كده والشوربة بتاعتي ليهم طعم حلو. تمام. مش هحط اي بهارات دلوقتي غير لما تغلي كده كويس، واطلع الريم كله بتاع اللحمة. بعد كده هبتدي انزل بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه، نص معلقة من الفلفل الاسمر، وربع معلقة من بهارات اللحمة، ورشة من جوز الطيبة. هي دي البهارات اللي هحطها على الشوربة. مش هحط الملح دلوقتي لان الملح بيوقف عملية السوا بتاع اللحمة. وحطيت نوى بلح. نوى البلح دوت بيساعد الشوربة ان هي بيساعد اللحمة ان هي تستوي بسرعة. عن اللحمة بتاخد سوا، فطلعت البصل اللي بحاله ده، ال5 بصلات اللي بحالهم طلعتهم لما ابتدوا يستووا. هناخد هنا الرز بقى عشان نعمل شوية رز ابيض للفتة حلوين. بناخد معلقتين من السمنة ومعلقة من الزيت، يتسخنوا كويس قوي على النار. بعد كده بنزل بالرز المغسول حلو قوي، وبنزل عليهم بمعلقة من الملح وورق لورا. اغطي بقى الرز بالمية لحد كده ما يغطيه بس كده، ويوصل لعقلة الصوبع. كده الرز بتاعك ميته مظبوطة، والرز مش بيبقى معجن، وبيبقى مفلفل وطعمه حلو وريحته جميلة. نيجي بقى الدقة اللي بتتحط على الفتة. معايا معلقتين من الثوم، معلقة من السمنة، وهبتدي ان انا احمر الثوم حلو قوي في السمنة. اول ما تبتدي كده يتحمص معايا وريحته يبتدي تطلع، انزل عليه بنص كيلو طماطم. نص كيلو طماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية. هنا انا حمرت الثوم، وبعد ما حمرت الثوم نزلت بربع كوباية من الخل، وهنزل بالنص كيلو من الطماطم المتصفية. انا ما بحبش قشر الطماطم، فعشان كده بصفيها. هسيبها بقى تتسبك حلو كده. طبعا لما احط البهارات بتاعت الدقة دي عبارة عن ايه، عبارة عن ملح، كمون، فلفل اسمر، رشة من السكر، رشة من شطة كده بتديكي طعم سبايسي وحلو. هسيب بقى كده ايه الدقة بتاعتي دي تتسبك حلو قوي. ويلا بينا بقى ايه عشان نجهز احلى صينية فتة. وكل سنة وانتم طيبين. لو وصلتوا معايا هنا في الفيديو ما تنسونيش باللايك. معايا هنا العيش بحمصه في الفرن، وهبتدي ان انا اكسره زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي اخد من الدقة اللي انا عاملاها وانزل عليها، الدقة اللي هي الصلصة بالثوم بالخل، وانزل عليها على العيش، واقلبهم كويس مع بعض، وكبشة من الشوربة. وهبتدي احط الرز، واحط الصلصة تاني على الرز، واحط كبشتين كده من الشوربة، وهحط اللحمة المسلوقة. اللحمة دي طعمها حلو قوي لان اتسلقت بالطريقة اللي انا وريتها لكم، بالبصل اللي بحاله. البصل اللي بحاله بقى دوت هيتاخد هتحمريه وهتحطيه مع اللحمة. هتاكلي البصل وهتسيبي اللحمة من طعم البصل. بجد طعمه كان في منتهى الجمال، وصينية الفتة كانت حلوة قوي، بألف هنا للي كلوها. هنا بقى بوريكم الصلصة اللي هي الدقة بخل وتوم قد ايه حلوة قوي، وريحتها كانت في منتهى الجمال. حطيت كده كبشة منها على اللحمة كمان، بتدي تطعيمة حلوة قوي على اللحمة. وحمرت البصل اللي هو كان بحاله، وهو هبتدي اقدمه كده زي ما انتوا شايفين. البصل ده يا جماعة هتعشقوه، لو جربتوا تسلقوا بصلتين كده بس كده مع اللحمة وتدوقوهم هتعشقوها، طعمها حلو جدا. وكل سنة وانتم طيبين.